أحبائي المتابعين لايف جديد، مجموعة حالات جميلة، وهنبدأ بالحالة دي. أنا مجرب فيها تصوير بالسوبرفيشال بروب. طبعا فيها يونيلاترال رينال اجينيسيس، أظن اللاينج داون أدرينال ساين واضحة، بلس كلوفر ليف سكال وناروثوركس، شورت upper ولور لمب، مايكروميليك دورفيزم. فلو انت مشيت على السكيما هتلاقي موجودة في الكتاب التاني بتاعي السكيما بتاعة المايكروميليك دورفيزم. هتوصل للحالة دي زيناتوفوريك ديسبليزيا، وبالتالي زيناتوفوريك ديسبليزيا مع يونيلاترال رينال اجينيسيس. يعني اتمنى يعجبكم التصوير. التصوير ما يعني انا شايف ان هو علي الريزوليوشن، خليها 1080، يعني ما تقللش الريزوليوشن، وهتلاقي التيبيكال كاركترستكس بتاعت زيناتوفوريك ديسبليزيا، كلوفر ليف سكال وناروثوركس، كل التفاصيل educative كيس للزيناتوفوريك ديسبليزيا مع الرينال اجينيسيس. اللي ما شافش اللاينج داون ادرينال ساين هيشوفها الحالة دي بوضوح. طيب نكمل. تاني حالة من حالات الأسبوع، وهي اللي عليها الداتا كلها بتاعة الأسبوع ده، اللي هي الحالة بتاعة الأسبوع ده. الحالة بتاعة الأسبوع ده لو حضرتك ملاحظ فيها أو اللي هو الويب سايت بتاعي عليه الحالة وعليه المقالة الأسبوعية. الألترا بوست بتاعي، الألترا بوست بيتكلم على لو أنا لقيت الليج ان تيلور بوزيشن، بودا بوزيشن، وهو دي الحاجة غير الكلاب فود. الكلاب فود دي حاجة اوكسيلري. انت ملاحظ ازاي ان الليجز نفسها واحدة منهم كروزد زي القاعدة بتاعة التيلور، بودا بوزيشن، في رجل كروزد. عمرك ما هتعرف تجيب الجندر في الحالة دي. ولو كملت للسباين بتاع البيبي ده هتلاقي، ودي ميزة الكفر فوتو بتاعت الفيديو. كفر فوتو بتاع الفيديو بتقول لك ان كوكسكس انتربتد، انت شايف سكرم اصلا خالص، ساكرال اجينيسيس او كودا ريجريشن سندروم. فبالتالي الحالة دي غير ان فيها كلاب فوت، فيها الليج واخدة تيلور بوزيشن. التيلور بوزيشن اللي هي وده تشخيص الحالة. انت لو انت ما خدتش بالك من التيلور بوزيشن ده مش هتعرف تشخص كودا ريجريشن سندروم. الكودا ريجريشن سندروم هي اساس الايه. دخلت على الكوميونتي بتاعي اهو، ووصلت ليه اهي، قلت له انا عايز اشوف الكودا ريجريشن سندروم. هيوصلك اهو كروس ديريكت تيلور بوزيشن بودا بوزيشن الكودا ريجريشن سندروم. وهتلاقي الدكتورة على ايه، دكتورة الاء طبعا ردت هنا عليا برضو اهو على الايه، خدت بالها اخيرا بقى من الايه انا كان قصدي ايه بالتيلور بوزيشن. لو رجعنا للفيديو هنا اهو الكومنتات بتاعتها على الفيديو، واشكرها على التفاعل الصراحة، يا تعبتها معايا لحد ما وصلنا للتشخيص. طيب نكمل مع بعض. تالت حالة بقى يعني ايه، تيبيكال ترابيزومي 18، لان هي فيها اريثروجريبوزيس مالتيبلكس كونجينيتا مع تشايزنكيفالي. يعني تشايزنكيفالي اكيد، لان هنا ايه، جزء من البرين طاير بورينكيفاليك سيست تشايزنكيفالي، بلس الاريثروجريبوزيس اللي هو الابر واللور ليمب كلهم واخدين فليكس اكستندد بوزيشن فليكسد، وفليكسد بوزيشن في الابر ليمب برضو فيكسد. ففيكسد اكستندد وفيكسد فليكسد ابر ولور اريثروجريبوزيس مالتيبلكس مع تشايزنكيفالي. شفنا زيها كتير كلاسيك كيس، ويمكن صورت لك الشكل بتاع الايه لو انت شفت الصورة اهي بتاعة الكفر فوتو، هتلاقي الشكل بتاع الفوت واضح جدا، بيقولك ان في مشكلة في الابر او اللور ليمب بتاع البيبي. اخر حالة من حالات الاسبوع اهي،
حالة بتقول لحضرتك في في اس دي واضح خالص، في اس دي محترم في الحالة، وغير الفي اس دي المحترم اللي موجود في الحالة في ايه تاني؟ يعني ايه غير الهارت مفهوش غير الفي اس دي. الهارت جواها هايبرتروفيك كارديوميوباثي، ففعلا دايليتيشن الهارت هايبرتروفيك كارديوميوباثي. يمكن هنا الدكتور محمد عاصم اللي بشكره على الكومنتات الجميلة قال اهو هايبرتروفيك كارديوميوباثي في اس دي في اكس ديفيشن صح، ميزوكارديا مظبوط، و دوبلكس كدني، دوبلكس كدني برافو عليك. هو رجع قلت له بص لي كمان مره غير الميزوكارديا وغير الهايبرتروفيك كارديوميوباثي وغير الفي اس دي، بص لي بصه كمان على الدوبلكس كدني. الابر مويتي عادي، اللور مويتي هو اللي فيه الايه، في دوبلكس كدني مع ايه هيدروفوزس في اللور ايه مويتي، فاذا هي دوبليكيتد ايه او دوبلكس كدني مع هيدروفوزس في اللور مويتي، فبالتالي في اس دي عجز، مشكله في الهارت، في اس دي عجز ديفيشن ميوكاردي بلس ان في دوبلكس كدني واللور مويتي في مشكله. ده غالبا بيبقى ايه اسوشيتد احيانا مع يوريتروسيل او ابنورمال اساسا يوريتر في البلد.